أسئلة وأخرى نطرحها في هذا الفضاء، ويصحبني في مناقشتها كل من البروفيسور إدريس عطية والبروفيسور مصطفى صايج من دائرة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن إسبانيا الناشط الصحراوي الطالب علي سالم وهو معنا من إسبانيا. أبدأ معك سيد طالب علي سالم ناشط الصحراوي حول طبيعة هذه الزيارة التي قام بها دي مستورة إلى الصحراء الغربية أو إلى المنطقة. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أولا نحن كصحراويين هناك يمكن أن نقول أنه قراءتان ممكنتان لهذه الزيارة. القراءة الأولى التي يمكن أن نقوم بها كصحراويين هو على أنه الشعب الصحراوي فقد الأمل تماما فيما يتعلق بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأنها قضية الصحراء الغربية هي قضية واضحة وضوح الشمس فيما يتعلق بالقانون الدولي، هي قضية تصفية استعمار. وما يجب على الأمم المتحدة هو القيام بالاستفتاء الذي أعلنته منذ 30 سنة، أي في سنة 1991 عندما قامت بتعيين مهمة المينورسو لإقامة هذا الاستفتاء في مدة لا تتجاوز مدة أشهر قليلة. والآن نحن يعني 30 سنة بعد ذلك لا زلنا نتحدث عن هذا المشكل. فمن جهة القانونية قضية الصحراء الغربية هي قضية واضحة جدا، وأعتقد كما يعتقد أغلبية الصحراويين على أنه كان هناك نوع من التواطؤ من طرف المجتمع الدولي ومن طرف الأمم المتحدة مع الأطروحة المغربية لاحتلال الصحراء الغربية. هذه القراءة الأولى التي يمكن أن ندلي بها كصحراويين. والقراءة الثانية بطريقة مختصرة هو على أنها هذه الزيارة لديمستورة للصحراء الغربية تعتبر كصفعة واضحة ومباشرة لقوة الاحتلال المغربية التي كانت تعمل منذ أشهر في هذا التحالف مع إسرائيل، وفي بعض يعني محاولات لفرض احتلالها في الصحراء الغربية عبر الرشوات والابتزاز واشتراء بعض الدول لفتح قنصلات في الصحراء الغربية. وكان يتحدث الخطاب الرسمي المغربي على أنه تم حسم قضية الصحراء الغربية، وتحدث بعض المسؤولين المغاربة على أن قضية الصحراء الغربية قد تم سحبها من طرف المغرب من الأمم المتحدة أو من تصفية الاستعمار، من لجنة تصفية الاستعمار. فهذه الزيارة تأتي لتنسف ولتعتبر صفعة لهذا الخطاب المغربي على أنها قضية الصحراء الغربية لا زالت لدى الأمم المتحدة ولا زالت تعتبر قضية تصفية استعمار. والأهم من كل هذا على أنه ستيفن دي مستورة تم استقباله، واللقاءات التي قام بها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية تمت في إدارة المينورسو، أي المنظومة المبعوثة لتنظيم الاستفتاء. هذا يعني بطريقة مختصرة على أنه الأمم المتحدة لا زالت تعمل على تحقيق الاستفتاء لاستقلال الشعب الصحراوي، وهذا طبعا يعتبر صفعة واضحة لنظام الاحتلال المغربي. أستاذ مصطفى صايج، ما رأيك فيما تفضل به الناشط السياسي؟ طبعا أستاذ إبراهيم، أنت دعني أقول أمام قضية لا تزال تقريبا آخر مستعمرة في القارة الإفريقية. عندما نتحدث عن هذه البعثات الدبلوماسية للأمم المتحدة، دعني أقول أنا أكثر تشاؤما انطلاقا من التاريخ السياسي الدبلوماسي للأمم المتحدة التي استهلكت إلى غاية اليوم 8 مبعوثين للأمم المتحدة منذ قرار صادر عن مجلس الأمن 690 في 1991. كان مزمعا على الأقل في سنتين أن يتم هناك استفتاء لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وكان هذا التوافق الذي كان بين طرفي الصراع بين النظام المغربي والجمهورية العربية الصحراوية أن يذهبوا كما تم التوافق داخل منظمة الوحدة الإفريقية منذ 1988. وبالتالي صياغة المخطط الإفريقي الأممي هو كان واضحا أن تعطي الولاية للأمم المتحدة، وكان شرط القرار 690 أن يكون وقف إطلاق النار. وبالتالي الكفاح المسلح للشعب الصحراوي تم إيداعه جانبا على أمل أن تكون هناك الأمم المتحدة تطلع بدورها. وبالتالي هنا عندما أرى كريستوفر روس، أنا أمامي الآن 8 مبعوثين للأمم المتحدة بشخصيات وازنة دبلوماسيا. أتحدث عن جيمس بيكر وزير خارجية أمريكي سابق مثلا، الذي كان أطول عمرا تقريبا 7 سنوات، كان مبعوث خاص، لكن أغلبهم تقريبا في 2 3 سنوات يقدمون استقالتهم
ويقفون أمام هذا الجدار العازل بأنه لا يمكن أن أحرك القضية الصحراوية انطلاقا من القناعات الموجودة في الواقع. وهذا الواقع أنت تتحدث عن مماطلة للاحتلال المغربي الذي أصبح متمسكا بمبادرة أحادية، بالرغم من أن الشاهد الآن للأمم المتحدة عمليا في الميدان هي المينورسو، البعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، واختلاق، أقول اختلاق إلى غاية اليوم، اختلاق عدو وهمي اللي هو الجزائر. منذ 1963 إلى غاية اليوم عندما تذهب في المماطلة يقول القانون الدولي والمفاوضات واضحة جدا، طرفي النزاع، حتى القرار الذي أعيبه القرار 2654 يتحدث عن طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمغرب. لكن المغرب الآن يخرج عمر هلال في الأمم المتحدة، وزير الخارجية بوريطة، الكل يتحدث مشكلتي مع الطرف الجزائري. الآن هذا مشكل كبير في المماطلة وفي المراوغة الدبلوماسية. هو مجرد وأنت تقول لي تعالي أمد لك يدي، اليد الممدودة بالكذب، بالنفاق، بالمماطلة، بالمراوغة، أنت لست صديقي ولا جاري. وبالتالي هنا أنت تريد أن تلعب بالورقة الضعيفة جدا، لأن الحق هو موجود لدى الشعب الصحراوي. ولا مرة الجزائر مثلها مثل تيمور الشرقية أو الشعب الفلسطيني، قضيتنا مبدئية. ثورة أول نوفمبر أعطتنا هذه الهوية في الدستور، في السلوك، أننا ندعم جميع القضايا التحررية في العالم. أستاذ صايج، أنت قلت في معرض حديثك أو تدخلك الآن أنه الطرف الصحراوي يمكن أن يكون بدرجة كبيرة ومتوقعة يكون متشائم من هذا أو من هذه الزيارة التي يجريها ستيفان دي ميستورا. دعنا نطرح هذا السؤال على الناشط الصحراوي الذي هو معنا من إسبانيا، طالب علي السالم. سيد طالب، في ظل عجز كما تفضل الأستاذ صايج، عجز بعثة المينورسو عن إقامة وتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، يعني كيف تتوقع التقرير المنتظر أن يرفعه دي ميستورا إلى مجلس الأمن الدولي؟ في البداية أريد أن أشير على أنني أتوافق تماما مع التحليل الذي قدمه الأستاذ والبروفيسور مصطفى، لأنه هناك تشاؤم واضح من طرف الشعب الصحراوي، خصوصا كما قال القضية الصحراوية هي قضية من الجانب القانوني واضحة وواضحة جدا، وتم تقديم مقترح وهو استفتاء. وعندما يعني تم تعيين منظمة المينورسو لإجراء هذا الاستفتاء، المدة التي ذكرتها الأمم المتحدة في البيان آنذاك في سنة 1991 كانت مدة لا تتجاوز 9 أشهر، والآن يعني مرت أكثر من 31 سنة، وما رأيناه للأسف هو تواطؤ واضح أممي مع الاحتلال المغربي. فالتشاؤم وخيبة الأمل من طرف الشعب الصحراوي مع الأمم المتحدة ومع كل مبعوثي الأمم المتحدة الذي قدموا استقالتهم واحد تلو الآخر، لأنهم لقوا أمامهم نوعا ما الفيتو الفرنسي والتعنت المغربي الذي عرقل كل محاولاتهم لإقامة هذا الاستفتاء، جعلت أنها خيبة الأمل تكون هي كلمة السر. فأعتقد على أنه لا زيارة ستيفان دي ميستورا ولا البيان الذي سيقدمه للأمين العام للأمم المتحدة ولا حتى تجمع مجلس الأمن المقبل في شهر أكتوبر سيأتي بجديد. فهناك خيبة أمل وخيبة أمل كبيرة، والصحراويين فقدوا كل الأمل في المنظومة الدولية. أعتقد وبكل صراحة على أنه الحل اليوم، وأقولها بكل صراحة كشاب صحراوي، وأعتقد أنني أتكلم باسم الشباب وباسم الشعب الصحراوي، على أنه الحل اليوم هو الحل العسكري. يجب علينا أن نقف وقفة يعني واضحة أمام هذا المشهد الجديد الذي لا يقبل بالتماطل ولا يقبل بهذا اللعب بحق الشعب الصحراوي من طرف المحتل المغربي الذي لجأ تارة إلى أن يشكك في لائحة المصوتين في الاستفتاء بعد القبول بالاستفتاء، وبعد ذلك رفض الاستفتاء، وبعد ذلك يحاول بنوعا ما أن يرغم الجزائر كطرف في هذا النزاع، وبعد ذلك يعني لجأ إلى التحالف مع إسرائيل. فكل هذه محاولات من طرف المحتل المغربي لشرعنة نوعا ما احتلاله للصحراء الغربية، وهذا يطرحنا بكل صراحة أمام مشهد جديد كصحراويين. ونحن أعلنا الحرب. شبهة البوليساري وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي أعلنت العودة إلى الكفاح المسلح في 13 نوفمبر سنة 2020. وأعتقد على أنه علينا كصحراويين اليوم اللجوء إلى كل أصدقاء القضية الصحراوية، اللجوء إلى كل الدول الإفريقية والدول في أمريكا اللاتينية والدول التي تؤمن وتدعم القضية الصحراوية، ليكون الدعم ليس إنسانيا وليس سياسيا، بل يكون دعم
عسكريا وأن نقف وقفة رجلا واحدا وأن نحول مناطق الصحراء الغربية المحتلة إلى جحيم تحت أقدام العداة وتحت أقدام المحتل المغربي. وهذا طبعا ما علمتنا الثورة الجزائرية التي حررت أرضها بدم الشهداء. وأعتقد على أنه الشعب الصحراوي والشباب الصحراوي مستعد إلى تقديم أرواحه، وأنا على رأس هذا الشباب الصحراوي. بعيدا عن التحليل السياسي نحن مستعدون وفي كل الاستعداد لأن تكون حرب شاملة تجعل من الصحراء الغربية جحيم تحت أقدام العدو والمحتل المغربي. وأعتقد على أنه التصعيد العسكري الذي تم إعلانه من طرف جبهة البوليساريو والذي نحن في انتظاره سيجعلنا أمام مشهد جديد يجعل أولا الأمم المتحدة وثانيا المجتمع الدولي يجلس ويعامل هذه القضية بطريقة جدية، وأن يجد حل لهذه القضية يضمن دائما حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. بطريقة مختصرة أريد أن أقول في دقيقة على أنها القضية الصحراوية صار لها اليوم تقريبا 50 سنة والكل قال ما لديه. الأمم المتحدة موقفها واضح، تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا. الاتحاد الإفريقي موقفه واضح، يذهب إلى أبعد من ذلك ويعترف بالجمهورية الصحراوية التي تشارك اليوم في كل فعاليات الاتحاد الإفريقي كدولة معترف بها. كذلك الاتحاد الأوروبي يعتبر الصحراء الغربية دولة أو إقليم في انتظار تصفية الاستعمار، والمحاكم الأوروبية كما رأينا ألغت كل الاتفاقيات مع المغرب التي تشمل الصحراء الغربية. فالقضية من الجانب الغربي هي قضية واضحة، وما علينا اليوم هو العمل العسكري لفرض حق الشعب الصحراوي على الأرض. سيد طالب علي سالم ابقى معنا.